قصة عم زغلول بتاع الفول اللي في محافظة اسكندرية ده. الحقيقة إن الراجل ده كان راجل بتاع فول عادي خالص، فول وطعمية وفلافل والكلام ده كله يعني. وكان السيرفيس اللي مقلوب عليه الدنيا ده كان سعره 50 جنيه أصلا يعني. لغاية ما جه حد من الفود بلوجرز والناس دي، عمل له ضجة وعمل له إعلان، وده الفول بتاعه حلو وجوسي والهبل اللي بيتقال من الفود بلوجرز دول. فالراجل في يوم وليلة لقى نفسه ان هو مشهور، الناس بدأت تيجي عنده، الناس بدأت تتصور عنده. فراح مغلي الأسعار مع الغلاء اللي موجود دلوقتي، فأصبح السيرفيس سعره من 50 جنيه وصل إلى 200 جنيه. وطبعا أكيد كلكم شفتوا الريسيت. في حين ان الاسعار كلها غالية، انا معاكم طبعا، لكن ما يوصلش فول وفلافل وبطاطس والكلام ده كله الى ان هي 200 جنيه. طبعا سعر مبالغ فيه. غير كمان نقطة من ان هو الراجل ده شبه مشاري راشد، ومشاري راشد نزل بوست كتب بالعم زغلول ده موجود في مصر ولا في الكويت، وجاب كمان ريتش وتفاعل عالي جدا. احنا بنحب الترند دايما، ولكن انا وجهة نظري بشوف ان ده نصيب. الراجل كان شغال عادي خالص، حد من الفود بلوجرز جه واتكلم عنه وجه واتكلم عن حاجته فالاسعار زادت. انا بشوف ان ده وضع طبيعي، الغلاء اللي احنا عايشين فيه. ولو حد اتعرف، احنا كمصريين طبيعي بتلاقي الاسعار بتاعته بدأت تزيد.